بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله انا هطبخ الخبيزه. يلا بينا اقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقه معايا. طبعا الخبيزه زي ما انتم شايفين كده انا جبتها وغسلتها. بعد ما غسلتها غسله كويسه مسكتها ارطفتها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهي. بتبقى كده ما شاء الله. شايفين الورقه بتاعتها عامله ازاي؟ عامله زي ورق العنب بالظبط. بنشيل العنق بتاعها ونقرطفها ونسيبها بقى تنشف كده في الصينية تتهوى من المية بتاعتها. تمام. وبعد كده نبدأ نخرطها بقى زي ما بنخرط الملوخية بالظبط. وبنضيف عليها حزمة من الشبت علشان الشبت بيخلي ريحتها حلوة وطعمها حلو. معروفة الخبازة دي عندنا في الفلاحين ما شاء الله أكلة حلوة يعني. لو عندك شوية مرقة هتعملي عليهم الخبيزة وبالهنا والشفا. دي الخبيزة اهيت بعد ما خرطتها بالمخرطة زي ما بنخرط الملوخية بالظبط. وضفت عليها حزمة من الشبت. طبعا انا غسلت الشبت وخرطته وضفته عليها وبخرطه معاها زي ما بخرط الملوخية بالظبط. انا هعمل التقلية بقى بتاعت الخبيزة دي. معلقة كبيرة من السمنة البلدي وحطيت عليها حوالي دول 5 فصوص من الثوم. مش كتير يعني زي ما بتعملي التقلية بتاعت الطشة بتاعت الملوخية بالظبط. هقلبهم بقى تقليبة حلوة كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي. تمام. مع التقليب المستمر طبعا. وعملت لهم بقى حبيتين 2 من القوطة. يعني بضيف عليهم حبيتين 2 من عصير الطماطم. انا طبختها قبل كده على القناة زي طريقة الملوخية بالظبط. ودي طريقة تانية ليها. بعد ما ضفت القوطة بقلبهم بقى تقليبة حلوة كده واسيبها تتسبك وتنشف خالص من ميتها. وبعدين هنكمل الوصفة سوا مع بعض. بعد ما اتسبكت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهي كده خلاص نشفت خالص. هبدأ بقى اضيف التوابل. معايا ان التوابل عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. والكزبرة دي متحمصة بتدي طعم حلو قوي للخبيزة. بس كده. هضيف بقى المرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بزودها بالمرقة بقى الكمية اللي انا عاوزاها على قد الخبزة اللي انا جهزتها. اول ما بتغلي بالشكل ده كده ببدأ انزل بقى بالخبزة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكلها ما شاء الله عامل ازاي؟ اكلة اقتصادية وطعمها حلو ولذيذة جدا ومفيدة. هضيف بقى معايا هنا معلقتين كبار من الرز غسلتهم غسلة كويسة. وهضيفهم بقى مع الخبزة كده يستووا. ليه بقى؟ علشان يتقلوا الخبيزة لان الخبيزة خفيفة فبتعوم على وش المرقة. فما ينفعش نخليها كده لان مش هنعرف نغمسها. فبنضيف لها معلقتين كبار من الرز ونسيبهم يستووا معاها علشان يتقلوها شوية. ودي الخبيزة اهيت زي ما انتوا شايفين. بعد ما الرز استوى ما شاء الله عايزة اقول لكم ريحتها حلوة قوي. بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. شايفين عاملة ازاي؟ هسيبها تغلي غلوتين كمان وتشوفوها معايا في طبق التقديم. ودي الخبيزة هي بعد ما غرفتها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شكلها حلو وريحتها حلوة وان شاء الله طعمها يبقى احلى. عملت جنبها رز ابيض ومعايا العيش طري وزيتون مخلل. وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.